السلام عليكم. النهارده هنعمل وصفة جديدة من وصفاتي. هنعمل لحمة مشوية في الفرن. نعملها بتتبيلة جميلة جدا وبسيطة، والطعم في منتهى الروعة. شايفين اللحمة دايبة دوب. نبدأ على بركة الله ونشوف عملناها ازاي. عندي شوية من زيت الزيتون، حوالي ربع كوباية، معلقتين من الزبادي، عندي 3 4 فصوص توم، شوية من البقدونس، شوية من الفلفل الأحمر المتقطع، ما عندكش أحمر استخدمي أخضر. عندي كمان بصلاية متقطعة مكعبات وطماطماية متقطعة مكعبات. ده كل الخضار اللي احنا استخدمناه. التوابل اللي استخدمتها: كمون، كزبرة، فلفل أسود، بابريكا، جنزبيل، ملح، حبهان مطحون، وطبعا اللحمة، ودي كتف خروف. هجيب الخضار احطه في الخلاط وهنفرمه بالهاند بلندر، وهضيف زيت الزيتون ومعلقتين الزبادي. هضيف كمان شوية من عصير الليمون، وكمان هضيف التوابل والملح، وهفرم كله مع بعضه بالهاند بلندر. كده تمام، الخليط اتفرم. هركنه على جنب ونروح نشوف اللحمة. هعمل فيها فتحات بالسكينة واحشيها بفصوص الثوم من ناحيتين بالشكل ده، علشان الثوم يديها طعم حلو ونكهة حلوة. بعد كده هفضي الخليط اللي احنا فرمناه، الخضار والتوابل، وهتبل بيه اللحم. اللحمة يستحسن انها تقعد اطول مدة في التتبيلة علشان تتبل كويس وتاخد من طعم التتبيلة، فانا هبيتها ليلة في التلاجة. هحطها في الصينية اللي هدخلها الفرن، وهغرقها في التتبيلة كويس. ما شاء الله، التتبيلة ريحتها حلوة جدا. بعد كده هغطيها ببلاستيك وهبيتها ليلة كاملة في التلاجة، بحيث ان هي تشرب من طعم التتبيلة. كل ما قعدناها مدة اطول كل ما كان طعمها احلى. بعد ما قعدتها ليلة كاملة في التلاجة هخرجها، وفي نفس الصينية اللي احنا حطينا فيها، احنا حطينا في صينية فرن من الاول، هغطيها بورق زبدة وكلفتها كويس، وبعدين هقفل عليها بورق ألموني، واتأكد انها متغلفة كويس او بورق الألموني علشان البخار يساعد على السوا بسرعة. انا مولعة الفرن وسايباه يسخن على درجة حرارة 250. اول نص ساعة هسيبها على درجة حرارة عالية 250. بعد كده هدي عليها النار شوية واسيبها تستوي كده على مهلها على نار هادية. طلعناها من الفرن، هنفتح عليها. ده شكلها بعد ما استوت. الريحة طالعة فظيعة جميلة جدا من الصوص ده، وهحاول اغرقها بيه كده علشان نديها طعم ونكهة اكتر. الصوص اللي نزل منها ده احنا هنعمل بيه حاجة حلوة اوي. الصوص ده هقول لكم عليها دلوقتي واحنا شغالين. بعد كده هجيب قطعة من الزبدة واحطها على وش اللحم وادخلها الفرن تحت الشواية. هنعمل صوص بني للحمة دي. هاخد نص معلقة من الدقيق، هحمرها في قطعة من الزبدة وشوية من الزيت لحد ما لونهم يبقى لون ذهبي خفيف كده. وادي اللحمة بعد ما اتحمرت تحت الشواية هطلعها واركنها على جنب. عندي الدقيق اللي انا حمرته هحط عليه الصوص اللي نزل من اللحمة. هقلبه كويس واروح حطاه على النار ياخد له غلوتين على النار، ونطفي على النار ونركنه. انا ما حطيتلوش اي توابل لان فيه كل حاجه، فيه كل التوابل اللي احنا حطيناها موجوده فيه، فبالتالي مش هزود اي توابل تانية. عملنا مع اللحمه رز اصفر،
وعملنا كمان رز بشعرية لان عندي في البيت مش كله بيحب الرز الاصفر. ادي شكل وصفتنا، وادي الصوص اللي احنا عملناه. هنغرفه في طبق التقديم. شايفين اللحمة دايبة دوب. بصوا العظم بيطلع بمنتهى السهولة، لان اللحمة مستوية زي الزبدة بالظبط. ما شاء الله. عملنا كمان معاه الخضار ده، صينية خضار مشكل. ودي كانت وصفتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وإلى اللقاء في وصفات أخرى قادمة. سلام عليكم.